هو ليه ما فيش عيد أضحى من غير فيلم بوحة؟ في حاجات كده أول ما بتحصل بتعرف إن العيد جه، ريحة الفتة، تكبيرات العيد، وفيلم بوحة اللي شغال في التلفزيون. بس السؤال هنا، إزاي فيلم نازل من 2005 وبقى جزء أساسي من عيد الأضحى؟ السر ببساطة إن بوحة مش مجرد فيلم، ده فيلم واخد العيد بتفاصيله وحطه في خلاط كوميديا، الجزارين، المذبح، الخرفان، والإفيهات اللي كل مصري حافظها زي اسمه. قبل ما اذبح العيد فرحه لدرجة إن ناس كتير بقت تحس إن العيد ناقص لو ما اتفرجوش عليه، وده لأن الفيلم لمس الجو الشعبي الحقيقي عند المصريين، الدوشة، الضحك، اللمة، والحوارات اللي بتحصل كل سنة. سرهاج في عنبر سبعه سرهاج في عنبر سبعه. والأغرب إن حتى بعد حوالي 20 سنة لسه بوحة بيكسر الدنيا في العيد أكتر من أفلام جديدة تانية كتير. واضح إن محمد سعد عمل أكتر فيلم عنده ريحة خروف العيد رسميا، وده اللي خلى الفيلم ارتبط عند ناس كتير بعيد الأضحى بسبب الجزارين والإفيهات الكوميدية المرتبطة بأجواء العيد. ده غير إن روتانا كل عيد لازم تجيبه. بس كده، كل سنة وانتم طيبين وما تنسوش تتبسطوا.